البنات من الحين قاعدة أشوف الفرق. في ناس قالوا توأمها. I love you جورجينا، تعلمها الدحة إذا شفتها فلازم أخليها جورجينا العنزي. أنا أقول اسمعيني، أنا لما طلعت في التيك توك عشان ما عندي رجاجيل، أنا ما عندي رجاجيل. معليش تقول أنا راح يعني فوق هذا كله، أنا راح ترى ما أقبل أن أنت طالبني زواج مسيار. صحيت من النوم بللت شعري وأبغى أقصه، مرة جايني هذا الإحساس مشته مرة كويس. أنا عارفة إنه قصتي حتكون مرة سيئة، ولكن أنا لي نفسي أقصه. أشيل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستر ما أندم. يلا ما بقي شيء. تعبت، المقص ما يقص. مستحيل بنات، من الحين قاعدة أشوف الفرق. أو ماي جاد. يلا خلاص مو مشكلة، يطول. أوه مرة شكلي تغير. أوه ماي جاد. كمان والله العظيم يا إني جبت العيد بشكل عادي يا مروج. إيش يعني أعدله شي بنفسي وما أخليه هذا الطرف. ياي بنات إيش رأيكم؟ الله يعيني من ماما. ويلكم تو سعودي أرابيا، وإن شاء الله تنبسطين بسعوديتنا. و I love you جورجينا، تعلمها الدحة إذا شفتها فلازم أخليها جورجينا العنزي. في ناس قالوا توأمها، في ناس قالوا ما فرقنا بينكم وبين جورجينا. أبدا، أنا سويت عمليتين. أجريت عملية إزالة دهون الخد والدبل تشين فقط، وهذه ما أتوقع أنه تغير الملامح أو تغير من شخص لشخص. يعني ناس يقولون أنه أنا تقمصت شخصيتها، أنا كستايل فقط، وكأنه الناس شبهتني في شكلها وفي ستايلها، بس شخصيتها ما في أحد أتوقع يعرف شخصية جورجينا إلا رونالدو أو الناس المقربة منها. لا طبعا ما أقلدها، يعني أنه عندنا نفس الستايل الملابس وكذا، بس الفانز هم اللي يطلبون مني. يعني كل ما شافوا جورجينا صورت شيء طلبوا مني، أنا طبعا ما أحب أرد لهم طلب أبدا، لا والله أضفتها انستغرام فقط لأنه أضفتها من قبل الشبه ترى. يعني شفت إنه أضفتها هي ورونالدو، قلت إنه بشوف إيش حياتهم في السعودية، إيش يسوون مع النصر فقط، بس ما حاولت أتواصل معهم. أبوي من زمان هذا. طيب ليه طلعتي في التيك توك؟ أنت إيش تبغين بالدعم؟ تقولين أنا عندي وظيفة. ليه لازم أكون ناكرة جميل عشان أنت ترضين علي؟ لا أنا اللي أعرف. أنا لما طلعت في التيك توك، اسمعيني، أنا لما طلعت في التيك توك عشان ما عندي رجاجيل، أنا ما عندي رجاجيل. معليش حتى اللي طلقونا عشنا على خيرهم، عطونا مهور وعطونا لقمة. وش المهر طول للأبد؟ المهر لا معليش، بس ما عيش 6 سنين. المهر ده أنت شريتي فيه ذهب وشريتي فيه ملابس لبستيها عنده. المهر ده صرفتيه حبيبتي. أنا ما أحب للحين باقي من المهر. أنا ما أحب أكون ناكرة جميل. معلش للحين باقي عند اسم المهر. أنت من الرجاجيل اللي طلقتي منهم. الموضوع ولا كأن في شيء صاير، لكن تروح بكرة تطلع لي على اللايف تقول أنا راح يعني فوق هذا كله، أنا راح ترى ما أقبل أن أنت طالبني زواج إيش؟ مسيار. طيب عندي سؤال الآن، هل أنت الفلوس اللي أنت تقول أنك دفعتها، هل في أدلة؟ هل في؟ طبعا. أنا بقول لك شيء، أنا حياتي، وضع حياتي اللي أنا عشته، تأكد أن كل شيء بالورق. طيب عندي سؤال آخر، المبالغ اللي أنت دفعتها الآن، هل أنت دفعتها برضا تام؟ اليوم مثلا أنا